السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين وافضل حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض فيديو سريع كده، تفريزات من تفريزات رمضان ان شاء الله. هنعمل تفريز البطاطس مع بعض. البطاطس اللي هي التحمير طبعا منتشرة دلوقتي في السوق بكميات كبيرة قوي وسعرها يعتبر مناسب. هوريكم ازاي تفرزوها التفريز الصحيح من غير ما تسود معاكم. في ناس بتفرزها وهي ما عندهاش خبرة وما تعرفش ازاي تفرزها، بتسود معاها جدا، مش بتطول معاها ومش تقعد معاكي شهر رمضان. علشان طبعا احنا بنحتاج، يعني البطاطس المحمرة بتتحط جنب اي حاجة، بتتحط جنب الفطار، بتتحط جنب السحور. لو عندك مثلا اطفال مش بيصوموا مثلا وعايزين ياكلوا حاجة، تحمريها لهم بسرعة ياكلوها قبل الفطار. وانتي مش فاضية تعملي حاجة، بتطلعي شوية بطاطس وبتحمريهم على طول. انا كده معايا اهو البطاطس تمام. وقطعتها ده يعني انا تجيبي مثلا 5 كيلو 6 كيلو. انا معايا البطاطس جايبه حوالي 5 كيلو. قطعت منهم شويه اهو. وهوريكم هنعمل ايه. هجيب معايا حله على النار، هحط فيها ميه سخنه وهسيبها تغلي، وبعد كده هضيف عليها كميه البطاطس. تمام اهو، انا حاطه الميه وحاطه عليها شويه ملح، وببدا بقى ان انا اضيف عليها البطاطس. الميه لونها يعني في ابيض شويه، لان يعني لونها ابيض شويه لان انا كنت عامله دور قبل ده، يعني كنت سالقه شويه بطاطس وطلعتهم ينشفوا. فطبعا بتنزل البطاطس، بتنزل النشا اللي فيها في قلب الميه، فبالتالي لونها بيبقى فيه ابيض شويه كده كأن فيه نشا. بحط كميه البطاطس كلها هنا، وبسيبها تاخد نص سلقه، يعني مش بسيبها تطول، هي نص سلقه بس عشان ما تتهرش مننا. وبعد كده بطلعها وبحطها على فوطه، يعني هفردها. يعني البطاطس لازم تنشف خالص يا جماعه، ده الحاجه اللي تخليها ما تسودش. مش بنحط عليها اي بهارات، حابين نحط بس على الميه شويه ملح تمام، لكن اكتر من كده مش بنحط اي حاجه. بنسيبها تنشف. السبب ان هي ما تسودش ان احنا نسلقها نص سلقه، دي التركية اللي هي المفروض ان احنا نعرفها. وكمان ان احنا نكون منشفينها جامد جدا قبل ما نفرزها ونحطها في الفريزر ونعبيها في الاكياس. تمام كده، هي مش هتاخد معانا اكتر من كده. تمام، هنسيبها تاخد نص سلقه وهرجع لكم تاني. ده شكلها اهو بعد ما طلعت وحطيتها على فوطه. بجيب فوطه كده عندي اهي، وببدا ان انا ارصص عليها. تكون فوطه قطن علشان تمتص معايا كل الميه. ببدا ان انا بفردها كده على قد ما اقدر علشان تمتص معايا كل الميه. بصوا، لازم تمتص كل الميه اللي موجوده فيها، وبتنشف خالص. لازم البطاطايه تتعان وهي بصوا ناشفه كده، مفيش فيها اي ميه ولا اي حاجه. بسيبها تنشف براحتها خالص، وبعد كده ببدا ان انا اعينها في قلب الاكياس. كده انا خلاص، هي نشفت تماما. حطيتها في قلب علبه كده كانت عندي، وهبدا بقى ان انا اقسم الكميات. يعني انا لسه حاطه كميه على النار ولسه هقشر كميه، بس انا حبيت اوريكم احنا ازاي بنعملها كده مع بعض. آه يعني ده ايه، بدل ما تروح تشتريه من بره كده غالي وبكميات واسعار، يعني اسعار فعلا غاليه جدا. الكيس بيبقى غالي قوي، وفكرته اصلا في كده، يعني مفيش فيه اي فكره تانية. بصوا بقى معايا اهي، هتطلعي وتحمري ومش مسلوقه خالص ولا اي حاجه، هي اخده نص سلقه بس، نص سلقه اهي. تمام، ونطلع وهنحط بقى ايه الزيت بتاعنا ونحمر على طول. وبألف هنا، بجد بجد جربوها وخزنوا الكميات على قد ما تقدروا. البطاطس الوقت ده التحمير حلو قوي واسعارها حلوه. جربوها وان شاء الله باذن الله تعجبكم، وان شاء الله انتظروا مني فيديوهات تانية كتير جدا هنعملها مع بعض خاصه بتفريزات رمضان. وكل سنه وانتم طيبين.